سهرتنا السادسة على التوالي، نستضيف فيها شريكنا اللي عقدنا معاه شراكة في شهر أكتوبر، وهو المعهد الرشيدي بتونس. الشراكة هذه مجسمة على أرض الواقع. كيف صباحا استضفنا الكاتب الكبير سي مختار المستيسر اللي حدثنا على نشأة الرشيدية، المعلن والمخفي، وكانت ندوة متميزة جدا حضروها عديد الوجوه. الجمعية ضيفة على مدينة صفاقس وعلى مهرجان أصيل. كما تعرفوا الجمعية هذه اللي هي جمعية الأصيل عملنا معها عقد شراكة خلال شهر أكتوبر، وهذه من لبنات هذه الشراكة مع الجمعية. مشكورين اليوم معناها على الاهتمام هذايا بتاريخ الرشيدية وبالاحتفال بتسعينية الرشيدية. اليوم فما محاضرة الأستاذ مختار المستيسر باش يلقي محاضرة نشأة الرشيدية، المخفي والمعلن. الكتاب هذا يحتوي على عديد معناها الوثائق التاريخية اللي قام الأستاذ مختار المستيسر بتثمينها. وفي الكتاب هذا أنا أدعو الجميع باش يطلعوا عليه، لأنه وثيقة يعد من أهم الوثائق التاريخية التي دونت تاريخ جمعية المعهد الرشيدي. وضع الرشيدية كيفاش تأسست وعلاش، لماذا تأسست، وما هي الدوافع الحقيقية أو الأهداف البعيدة اللي تحققت الرشيدية. راهو تأسست باش تحيي التراث وترسي أسس التعليم الموسيقي العصري في تونس وإنتاج الإبداع الجديد. هذه ثلاث. لكن ريت أنا في مع الأخوين حماس كبير خاصة من الشباب وحتى من الكهول والقدم اللي متشوقين باش يعرفوا التاريخ، وخاصة كيفاش نخرجوا بالتراث الموسيقي التونسي الحاضر لأرقى ونواصلوا رسالة المؤسسين تاع الرشيدية والأجيال اللي جات بعدها كلها. حضرنا اليوم محاضرة حول الرشيدية، ما هو لم يقل عن الرشيدية قبل. ثم كتب صدرت على الرشيدية، ثم اليوم سمعنا حاجات ما تقالتش على الرشيدية لأنها هوامش، ربما كانت تعتبر هوامش من الأساسيات لكن مهمة جدا. وأنا اليوم مصر أني ناخذ الكتاب نتاع اليوم، باش ناخذ الكتاب هذايا بصفتي أنا متفقد عن وزارة التربية. أنا نقريو الرشيدية في البرامج الرسمية نتاعنا، ثم حاجات باش نضيفوها إن شاء الله البرامج نتاعنا باش نستفادوا من تراثنا والرشيدية نتاعنا، وهذا تراثنا ونحافظوا عليه إن شاء الله. كما اليوم تأسست الرشيدية نهار الجمعة 1935، تسعينية هاي جات في صفاقس، وكما يقولوا إجا وشوف وتصنت الملوف. احنا اليوم فرقة الرشيدية تتجلى في صفاقس البيع، وفي إطار مهرجان صفاقس تغني وجمعية مهرجان الأصيل للموسيقى مشكورة. مشكورين كل المنظمين لهذا المهرجان. هذه التظاهرات هي سلسلة تظاهرات. المعهد الرشيدي يشارك بفرقته إن شاء الله اليوم باش يقدموا حاجة حلوة برشا في مقام الرصد، ومن الدرر الأغاني الموسيقية اللي طالما لهجت بهم أسماع التونسيين اللي يعتزوا يفتخروا كونه معناتها عندهم في الرصيد النوع من الأغاني هذيا. وإن شاء الله ديما فرحانين ومشكورة صفاقس على حسن التنظيم وعلى حسن القبول والحفاوة. جمع المحاسن كله فيه والله عطاء كل الجمال يا عاشقين مدى الشعار، يا عاشقين مدى الشعار، نزع فؤادي عقرب يا لا 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 لا. أشكركم جدا
جدا على أمسية رائعة بالفعل. أنا بشكر نادي الأصيل، بشكر مدام وفاء الزحاف على الدعوة الكريمة، وبشكر جمهور صفاقس الرائع. مدينة جميلة ونكن لها معزة خاصة، خصوصا وأنها فيها أكبر تركز للجالية المصرية في تونس على عموم الأحوال. أنا قدمت للتو من احتفالية رائعة في المهدية احتفالا بذكرى أم كلثوم، أقامها أكاديميين من صفاقس، من جامعة صفاقس، دارسي موسيقى، مبادرة منهم تنم عن مدى الترابط بين الشعبين وثقافتهم. إن شاء الله زي ما تفضلت مدام زحاف يكون هذا الحفل فاتحة لتعاون ثنائي كبير، موسيقى المالوف ونادي الأصيل وجمعية الراشدية اللي يعني بنعتز بيها جميعا. شكرا جزيلا وألف ألف شكر. أمسية سعيدة إن شاء الله.